وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. طبعا احنا بنعاني بالسكر، السكر مفيش، السكر غالي، السكر بالطوابير. فهنا مايوي وفرت لنا حاجات كتيره كويس جدا. كل انواع الكيكات انا بصور لكم من داخل مايوي ومن المخزن نفسه. كل الكيكات اللي موجوده متوفره فيها السكر. طب وانت دلوقتي بنتك زعلانه قوي بتعيط، لازم تعملي لها ايه؟ لازم تعملي لها كيكه. هل الكيكه هتعملها لها لوحدها؟ لا، كمان طبعا قصاد الكيكايه فنجان كاكاو محترم جميل جدا، في منها باللبن وفي منها ساده حسب اختيارك وحسب ما انت عايزه، وفي نفس الوقت هي كلها سكر مسكره. طب ما انت مش عايزه كيكه، مش عايزه تاخدي مثلا كاكاو، العصير برضو في الايام دي برضو انك انت ممكن تشربيه، لان احيانا ولادنا بيحبوا ينوعوا العصير برضو. كل ده انا بكلمك على اساس كله متحلي فيه المكونات كلها وفيها سكر، يعني انت مش هتاخدي ولا حبايه سكر من بره. النهارده كيس السكر فيه حوالي 183 معلقه. طب تخيلي لو انت عملتي الكيكه من السكر اللي انت عايزه تحتفظي بيه، كوبايه شاي عايزه تعملي اي حاجه بيه، طب لو خدتي مثلا كوبايتين سكر يبقى الكيس ايه؟ فقدنا الكيس. لكن النهارده مايوي بتقولك انا وفرت لك كل انواع الكيكات ومكوناتها فيها السكر. ربنا يا رب يوفقنا جميعا وييسر لكم الامر والحال. والفيديو ده مهم جدا، لازم تشيروه عشان الناس تعرف ان مايوي بتقدر تساندنا في كل حاجه. النبع الصافي مع الحاجه صافي، يا ريت تشاركوا معانا، واللي ما اشتركش معانا يشترك ويفعل الجرس. وان شاء الله كيكه تعجبكم جدا. اوعي تزعلي ولادك، اوعي تحرميهم من اي حاجه، مايوي بتوفر لك كل حاجه.